السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شهوات ووصفات صحراويه. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم وصفه طبيعيه. كيف ما قلنا فتحنا قناتنا في اليوتيوب، عندنا مره في الشهر ان شاء الله نديروا وصفه طبيعيه. اليوم جبنا لكم وصفه طبيعيه. كانوا يديروها اماتنا وجدواتنا، كانوا يعدلوها صغابهم. عندنا هو القرنيف كيف تشوفوا، او الصبار او الدرق يقولوا له. هو ما شاء الله فعال في القشره، منعم للشعر، مغذي، ماسك رائع، بديل عن شامبان. اللي يغسل راسه مرتين في السيمانه ولا ثلاثه قد يغسل راسه عادي بشامبان مره، ومن بعد يديروا هو بديل شامبان. المده تقدري ديريه ساعتين، تقدري ديريه لسوايع، المهم من ساعتين الفوق. تقدري تخليه ليله كامله، تقدري تخليه 4 سوايع 5 سوايع. طريقته مثلا عنها الوقت اللي بغيتي تخليه، المهم غير يفوت ساعتين. هو زين ما شاء الله. تقدري تغسلي ديريه في راسك وتغسلي بلا شامبان. عندنا هون كيف ما قلنا القرنيف نقطعه. قرنيف متواجد موجود ما شاء الله في كل بلد. قرنيف فقط نقبلوه ونطحنوه وحده، ما نزيدوه ما نزيدوش، بلا يقعد بحال الجيل. كيف ما قلت لكم فوائده زينه ما شاء الله، منعم طبيعي للشعر، زين في القشره. نقدروا نعدلوه وحده، ونقدروا نزيدوه شويه من زيت ارغان، ما هو ضروري، فقط زيت خيرين ديال الناس. هو تبارك الله وصفه طبيعيه. انا في الحقيقه كنت نعرف عنه يجي للشعر زين في الزغب، فعال في الزغب بالتجربه، ولكن مؤخرا عرفت عنه قدام بنادم يديروا لوجهه. الصراحه في البدايه جاتني في شكل، ولكن ما جربتوش، جربتو زين ما شاء الله. لان عندكم ان شاء الله طريقه كيفاش يعدل ماسك للوجه، يجي رائع. هذاك ان شاء الله نشدوه نديروه في الماكينه نطحن. ندير في الميكس ونطحنو. راك ان شاء الله نطحنو، راك ان شاء الله كيف ما قلنا ليه نطحنو هذا القرنيف. نحاولوا معاه هنا يطحن، تم نحطوا الماكينه ونطفوها هنا يطحن. ان شاء الله ولا نقلبوا هذا القرنيف اللي طحنا كيف تشوفوا قاعد جيل، ولا نديروه للشعر ان شاء الله. ليه نديروا عليه السلوفان اللي يفوت 3 ساعتين في راسو، يدير عليه السلوفان ويدير عليه زيف، واللي يفوت اكثر يدير عليه زيت فقط، يكتفي بزيف. هذا هو كيف تشوفوا يجي كيف هاك. هو كيف ما قلنا لكم قبيل، هو كانت الناس ديروا بديل شامبان. بالنسبه لهذا القرنيف طريقه الاحتفاظ به الى نطحن يندار هذاك الوقت. الى عاد قرنيف كيف تشوفوا هاك، تقدي تخليه مده شهر برا، ما هو في الثلاجه ما هو في شيء. اللي جابوا عاد ما هو متوفر عنده كميه قليله وبغى يخزنوا لمده 3 شهور 4، يقبضوا يقطعوا مرصوات ويديروا القياس اللي بغى يدير راسو، يديروا في الفريغو ويخليه الوقت اللي بغى يديروا. يجبدوا ساعه قبل ويطحنوا ويديروا راسو. كيف ما قلنا عنه ماسك طبيعي زين ما شاء الله. وان شاء الله ندير لكم وصفه ثانيه ماسك للوجه منه. نتمنى ينال اعجابكم، شاركوا معنا في القناه اذا عجبتكم هذه الوصفه، ديروا لايك ومرحبا بكم وسهلا.